النهارده بقى انا جاي اكلمك عن الاس 23 الترا بعد استخدام لاكتر من 3 شهور. كل ده هتعرفه في الفيديو، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، كمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده بقى انا مش جاي اقول لك مواصفات الجهاز ايه، لان المعظم عارف المواصفات. انا هقول لكم المواصفات سريعا في وسط الكلام، ولكن انا هركز في الفيديو ده اقول لكم على الحاجات اللي انا استفدت منها والحاجات اللي فادتني جدا في الجهاز، وايه اللي عجبني في الجهاز وايه اللي ما عجبنيش. كل حاجه هقول لكم في الفيديو بالتفصيل. خلينا نبتدي اول حاجه بتصميم الجهاز واقول لك ايه اللي عجبني في التصميم. زي ما انتم عارفين ان انا الجهاز ده كان معايا قبله ال 14 برو ماكس، واكتر حاجه عجبتني في التصميم هنا مسكته. الجهاز ده اكبر، يعني كحجم اكبر من الايفون 14 برو ماكس، ولكن بالنسبه لي كماسكه هو مريح اكتر، لان الحواف اللي كانت حاده بتاعه ال 14 برو ماكس كانت مخليه الماسكه صعبه جدا. ولكن في الجهاز ده الماسكه لذيذه قوي، الماسكه حلوه، يعني اقدر امسك الجهاز من غير كفر وامشي بيه عادي جدا. الجهاز التاني ال 14 برو ماكس كان بيوجع بطن ايدي وبيتعبني في الماسكه، وما بقدرش امسكه ولا استخدمه بايد واحده. الجهاز ده على قد ما هو كبير بقدر استخدمه بايد واحده عادي جدا، واجيب شريط اللي هو الاشعارات من فوق. كل حاجه يعني كل حاجه بستخدمها بايد واحده سهله جدا، زي ما انت شايف كده انا استخدم الجهاز بايد واحده عادي. فدي كانت اكتر ميزه عجبتني في تصميم الجهاز. تصميم الجهاز كبير شويه، 6.8 انش، مش هيبقى لطيف بالنسبه للناس اللي ايديها صغيره. انا ايدي صغيره، ولكن انا عشان متعود على الاجهزه الكبيره فبالنسبه لي ده لطيف جدا. ولكن بالنسبه لي انا اول ما شلت جهاز اصلا كبير، فلا الجهاز ده هيبقى مشكله بالنسبه لك بسبب حجمه. ولكن انا بالنسبه لي ممتاز جدا كماسكه ومريح، وكمان تصميمه شيك زي ما انتم شايفين. تصميم الظهر المصنفر، اللون الجامد الاخضر ده، هو الوان الجهاز بصراحه كلها جميله، بس انا اكتر لونين يعني بحبهم قوي الاسود واللون ده. فبصراحه الالوان دي من اكتر الالوان اللي انا بحبها. فمفيش حاجه تاني في التصميم عجبتني غير قلم الاسبن. الاسبن ده اختراع يا جدعان، انا ما كنتش بستخدمه في حياتي خالص. كان القلم ده بالنسبه لي هو حاجه موجوده في الجهاز ما بستخدمهاش خالص، يعني زي ميزه كده موجوده بس غير مستخدمه، فاهمني؟ فما كنتش بس زي مثلا الاي سيم، واحنا عندنا في مصر ما فيش اي سيم، فهو كان موجود في الاجهزه النوت ولكن انا ما بستخدمهاش. ولكن في الجهاز ده انا القلم بستخدمه كتير جدا، بكتب بيه نوت، بايد بيه حاجات كتير، يعني بستخدمه كتير جدا في يومي، باخد بيه سكرين الكلام ده كله. لا فالقلم مفيد فعلا جدا. اكتر حاجه ضايقتني من الجهاز ده في التصميم وهو الشاشه الكيرف، ومش عشان تصميمها وحش، هو تصميمها ممتاز جدا، ولكن اما باجي اركب سكرينه الموضوع بيبقى بشع. انا بركب حرفيا ممكن كل اسبوعين سكرينه، وفي الشهر اللي فات ده انا مركب 3 سكرينات في 3 اسابيع ورا بعض. وده كله لان السكرينات اللي بتيجي بكيرف شويه يا اما بتترفع بسبب الكفر، يا اما بتاخد هوا، يا اما بيحصل فيها مشكله، يا اما يخشها تراب. فصعب قوي انك تجيب سكرينه ممتازه للجهاز ده، وعشان تجيب سكرينه كويسه قوي بتكون غاليه قوي. ولكن طبعا تصميم الهول بانش ده ممتاز جدا بالنسبه لي، لانه في تجربه مشاهده الفيديوهات بيكون ممتاز مع كواليتي الشاشه. اللي خليني اقول لك من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الجهاز ده كواليتي الشاشه. كواليتي الشاشه هنا تحفه. انا حرفيا ال 14 برو ماكس كانت شاشته خرافيه بالنسبه لي، ولكن لما مسكت الجهاز ده واستخدمته، لا شاشته في حته تانية، ونعومه الشاشه وسلاسه الشاشه وحجم الشاشه مع الالوان. زي ما انتم عارفين ان سامسونج بتحب الالوان تكون مشبعه سيكه شويه عن اجهزه ابل، ولكن في اللي هو نظام الناتشورال اللي انت ممكن يعني تختاره من الاعدادات في اعدادات الشاشه، وتخلي الشاشه الوانها طبيعيه، وحتى الوانها طبيعيه بتكون خرافيه. وبستخدم او بتفرج على اي محتوى بيكون المحتوى بالنسبه لي ممتاز. وده كمان مع استخدام الشاشه في اشعه الشمس بالنسبه لي كان ممتاز جدا في ال 14 برو ماكس. ولكن هنا حلو قوي برضو لان الشاشه 1750 نتس في اشعه الشمس في محتوى الاتش دي ار، فلا الشاشه فعلا ممتازه من جميع النواحي.
فعلا شاشه خرافيه، اقدر اتفرج على محتوى وانا مستمتع ومزهقش. يعني ممكن شاشه عادي اتفرج على محتوى وانا بحب اتفرج على محتوى بس ازهق، يعني لا الشاشه دي ما تزهقش عشان حجمها الكبير شويه مع الحواف القليله قوي مع الهول بانش، مخليها تجربه الاستخدام بتاعت الشاشه ممتاز. انا ممكن اقعد اتفرج على موبايل كده وقدامي شاشه البي سي كبيره وكل حاجه، وممكن اقعد اتفرج على الموبايل لان فعلا شاشاتها يعني مميزه. حتى كثافه البكسلات 500 بكسل لكل انش، كثافه بكسلات محترمه قوي، بتديك حدال الشاشه ممتازه. وده طبعا بجانب ال 120 هرتز السلسه، يعني اوفر سلاسه في الاس 23 الترا. بجد من اسلس الاجهزه اللي انا استخدمتها بعد اجهزه ايفون. يعني انا ال 14 برو ماكس و 13 برو ماكس ما كنتش متخيل ان انا ممكن امسك جهاز اندرويد يكون بالسلاسه دي، ولكن الجهاز ده شاشته سلسه لاقصى درجه. واللي بيساعد في كده واللي بيساعد في سلاسه الشاشه وسلاسه الجهاز هو الوان يو اي. الوان يو اي، نظام الوان يو اي هنا حقيقي ابهرني، حقيقي ما كنتش متخيل ان في نظام ممكن يغنيني عن الاي او اس، ولكن الجهاز هنا حرفيا اغناني عن الاي او اس، وبالعكس انا احبه اكتر من الاي او اس دلوقتي. ومش عشان بقى الجهاز بتاعي فانا بقول لك الكلام ده كله، لا انا عادي، انا ممكن احول تاني لايفون او اجيب ايفون تاني عشان اعمل لكم ريفيوهات عنه. ولكن برضو انا ما زلت عند رايي ان الوان يو اي احلى بكتير من واجهه الاي او اس دلوقتي. السلاسه بتاعتها يعتبر شبه متطابقه مع الاي او اس، ولكن دي كمان فيها مميزات اكتر. دي بتخليني او بتديني حريه في ان انا اقدر اعمل كل حاجه في الواجهه، اقدر اعمل حاجات كتير، اقدر اعدل على الهوم سكرين، اقدر اعدل في كل حاجه وزي ما انا عايز. ده كمان مع برنامج الجود لوك، برنامج خرافي كده، تعمل كل حاجه في الجهاز على كيفك، الجهاز بتكيفه على كيفك. فدي ميزه قويه في الوان يو اي وفي نظام سامسونج الجديد. وطبعا واجهه الوان يو اي كانت قبل كده بتكون تقيله شويه، ولكن الموضوع دلوقتي اختلف تماما بسبب كمان المعالج السناب دراجون 8 جين 2 فور جالاكسي. الجهاز ده بيجي بمعالج سناب دراجون 8 جين 2 ومخصص لاجهزه جالاكسي. يعني طبعا في نسخه السناب دراجون 8 جين 2 لكل الاجهزه الفلاج شيب اللي بتنزل اندرويد، ولكن الجهاز هنا ليه معالج مخصص لسلسله الاس من سامسونج او اجهزه جالاكسي عموما، حتى الفولد الجديد الفولد 5 والفليب والكلام ده كله. سناب دراجون 8 جين 2 فور جالاكسي بيكون مخصص للاجهزه، وبيكون يعني عارف انت منغمس قوي مع النظام، احسن بكتير من المعالج ده على اي جهاز تاني. وده اللي بيديك اداء قوي قوي، وبيخليني وانا بستخدم الجهاز مفيش لاج، مفيش تنتيشه، مفيش اي حاجه. اقدر العب على الجهاز اي لعبه ممكن اتخيلها وانا مبسوط. اي لعبه ما بتقطعش، ما بتهنكش، ما فيهاش مشاكل، ما فيش المشاكل اللي كنت بقابلها في اجهزه اندرويد الفلاج شيب. انا كان معايا قبل كده الاس 10، ولكن كان بيواجهني معاه بعض المشاكل مثلا في بابجي، ان في فريمات بتسقط، في فريمات بتقع. الجهاز هنا ما فيهوش الكلام ده خالص، الجهاز هنا سلس سلاسه الى ابعد درجه، وفعلا الاداء بتاعه يقارن بال14 برو ماكس عادي جدا. ده بجانب كمان ان الجهاز هنا بيجي ب 12 جيجا بايت رام، وده اللي ادى بقى في استخدامي وريحني في استخدامي ان التطبيقات بتفضل فاتحه في الخلفيه فتره اطول بكتير وعدد اكبر. يعني ممكن مثلا على الايفون افتح 10 ابلكيشن، ممكن واحد منهم 2 منهم يقفلهم مع الوقت. الجهاز ده ممكن افتح ابلكيشن اجي تاني يوم وهو في الباك جراوند، افتح الابلكيشن الاقي الابلكيشن موجود بكل الداتا بتاعته بكل حاجه. وطبعا انت هتقول لي، واحد يرد عليا يقول لي طب ما ده هيستهلك من الطاقه وهيأثر ودي حاجه مش حلوه. لا، في الجهاز هنا هو ما بيستخدمش يعتبر اصلا اي حاجه من البطاريه غير لما افتح الابلكيشن. فدي ميزه مهمه قوي، وانا مش عارف سامسونج قدرت تعملها ازاي، ولكن هي ممتازه ومخليه الاداء روعه وفي حته تانية. اللي عجبني برضو قوي في الجهاز هنا وريحني في الاستخدام هو بصمه الصباع. انا من الناس اللي بحب الفيس اي دي اكتر من البصمه اللي تحت الشاشه بكتير. يعني انا حتى الان حتى وقتنا هذا وانا بقول لك البصمه ممتازه وعجبتني، لاني ما جربتش بصمه في الحلاوه دي، ولكن برضو انا بحب الفيس اي دي اكتر. ولكن هو بسطني شويه حته وجود البصمه الممتازه اللي تحت الشاشه، انها بتفتح الجهاز بكل سهوله. مجرد ان انا مدخل صباعي ده بيفتح، او صباعي ده بيفتح، مدخل صباعين وبفتح باي حاجه. وفي ظروف كتير قوي يعني ما بيغلطش، فعلا البصمه ما بتغلطش، وموضعها حلو قوي مريحني، ان هو مش تحت اللي انا انزل له كده او فوق في نص الشاشه، لا هو وضعه ممتاز. كله كوم بقى، والكاميرا كوم تاني. يمكن دي من اكتر الحاجات اللي كانت مخوفاني.
او مقلقاني ان انا اسيب ال 14 برو ماكس واتجه لاي جهاز اندرويد، وهي فكره الكاميرات. لان انا بحترم جدا كاميرات الايفون، ودايما عندي فكره ان كاميرات الايفون افضل، ومفيش جهاز اندرويد قدر يوصل لها. ولكن الجهاز هنا قدر يوصل لها بكل سهوله، وبالعكس في اوبشنز تانية كتير قوي احلى من 14 برو ماكس. يعني مثلا عندك الكاميرا ال 200 ميجا بكسل الاساسيه، بتقدر تديني تفاصيل اقوى بكتير من 48 ميجا بكسل اللي موجوده في ال 14 برو ماكس، بالذات لما بصور بال 200 ميجا بكسل كامله. ممكن اقعد اقرب واعمل زوم. ده غير كمان ان كاميرا الزوم بتنقلني لحته تانية في تصوير الفيديو بالذات. ممكن ناس بتحب التصوير صور زوم اكتر، ولكن انا فرقت معايا في الفيديو ان انا اقدر اصور فيديو بكواليتي حلوه قوي، وزوم 10 اكس 3 اكس و15 اكس و30 اكس. بس طبعا اكتر حاجه بستخدمها ال 10 اكس، بصور فيديو بكواليتي خرافيه. حتى لما تيجي لتصوير البورتريه اللي انا كنت دايما بحب جهاز ال 14 برو ماكس بسببه، لا هنا الموضوع برضو لذيذ جدا في تصوير البورتريه. انا بصور صور بورتريه حلوه قوي، في صور كمان بتديني احلى من ال 14 برو ماكس. في صور كتير قوي بيعجبني اللوك بتاعها، بيبقى لوك كده جاهز ان انت تنزله على طول، وفي لوك بيبقى محتاج تعديل بسيط قوي، في لوك بيبقى احلى من الايفون. فبصراحه حتى صور البورتريه اتنقلت في حته تانية خالص مع الجهاز ده. وبصراحه شابول سامسونج ان هي قدرت تتحول الكاميرات فعلا لكاميرات يعتبر شبه بروفيشنال وشبه متكامله. ده غير ان الجهاز هنا بيصور 8K 30 فريم في الثانيه، مش 24 زي السنه اللي فاتت. فالموضوع برضو بقى احلى بكتير، انت بتصور 8K مستخدمه وتقدر تستخدمها، والكواليتي بتاعتها خرافيه يعني وستيبل، يعني ما بتتهزش كتير. لا فعلا الكاميرا اتنقلت لحته بعيدة خالص عن كل أجهزة أندرويد، أو يمكن عن بعض أجهزة أندرويد، لأن في أجهزة في أندرويد دلوقتي بتقدم كاميرات تحفة. ولكن خليني بس في الجهاز ده، الجهاز بيقدم لك 3 كاميرات أحلى من بعض أو 4 كاميرات أحلى من بعض. التليفوتو، البريسكوب، الكاميرا الأساسية، الكاميرا الألترا وايد، كل الكاميرات بتقدم لك صور تحفة، مش هتاخد أحلى من كده. ولما تيجي حتى للكاميرا الأمامية، الكاميرا الأمامية بقت تديني صور جميله قوي، احلى من ال 14 برو ماكس بكتير. فعلا صور الكاميرا الاماميه تبقى شارب، تبقى ممتازه، الوانها حلوه، مستخدمه في حاجات كتير. فبصراحه الجهاز هنا ابهرني من ناحيه الكاميرات. يمكن دي اكتر حاجه انا خلتني متمسك بالجهاز اكتر، لان انا كنت محول الجهاز ده وقلت شويه وهرجع للايفون تاني، كنت ممكن شهر اصلا وارجع للايفون تاني. ولكن الجهاز ده بقاله 3 شهور او اكتر معايا، لانه فعلا عجبني. وحتى قلت اما اجي اشتري ايفون تاني، لو هشتري ايفون على حسب طبعا، فهخلي الجهاز ده معايا، مش هفرط فيه، وهفضل مكمل في سلسله الاس بسبب الكاميرات وبسبب الحاجات اللي انا قلتها لكم تانية. ده غير كمان ان مع ده بقى خليني اقول لك على يعني اخر حاجه او اكتر حاجه عجبتني، لسه مش اخر حاجه، وهي البطاريه. البطاريه هنا بتيجي 5000 ملي امبير. واكتر حاجه كانت بتخوفني من اجهزه سامسونج زي مثلا الاس 22 الترا، لان كنت جايبه لوالدي، كانت بطاريته مش الطف حاجه، مش لذيذه خالص. ولكن الجهاز هنا بطاريته بتقدم لي تجربه شبه متماثله مع ال 14 برو ماكس، وساعات بتزيد عنه سنه. الجهاز عمره ما بيفصل مني في نص اليوم، عمره ما بيفصل مني وانا بره بروح الشغل وارجع. ولحد مثلا دلوقتي كده لا، الجهاز ما بيفصلش معايا دلوقتي، اللي هو الساعه 9 بالليل او 8 بالليل، عشان انا عارف ان انتوا مش عارفين انا بصور امتى. فلحد دلوقتي الجهاز شغال معايا والبطاريه بتاعته كويسه. ده بجانب بقى الحاجة التانية اللي عجبتني جدا هو سرعة الشحن. الجهاز هنا بيشحن 45 واط، فبيشحن لي الجهاز في ساعة، ساعة وخمس دقايق، ساعة وثمان دقايق، عكس الايفون اللي كان بيقعد ساعتين الا 10 او ساعتين الا ربع يشحن. فلا كان الموضوع مستفز شوية، ولكن الجهاز هنا بيشحن اسرع، ودي ميزة بالنسبة لي حلوة قوي، لانها بتوفر عليا وقت كتير. لان اما بحط الجهاز في العربية وانا ماشي بيشحن على الاقل حوالي 20-15% في الطريق، لو الطريق هياخد مني مثلا تلت ساعة ولا حاجة. وطبعا شحن العربية بطيء جدا. واخر حاجة بقى واكتر حاجة خلتني اتمسك بالجهاز ده واحبه اكتر، هو موضوع الاشتراكات بتاعة الابليكيشن. الاشتراكات بتاعة الابليكيشن على اجهزة ابل او في اي او اس عموما كانت بتبقى غالية، واغلى من هنا بشكل ملحوظ. عندك مثلا يوتيوب بريميوم كنت بدفع له حوالي 80 جنيه على اي او اس، ولكن هنا بدفع له 64 جنيه.
فرق 15 جنيه في ابلكيشن واحد، وانا بقى مشترك في كذا حاجه، فالموضوع بيجمل معايا. انا حرفيا بقيت اوفر فرق ما بين الاي او اس والاندرويد حوالي 200 جنيه يعني من 200 ل 300 جنيه في الشهر، توفير فرق اشتراكات. فالموضوع يستاهل طبعا، انا بوفر فلوس انا اولى بيها. لا، الابلكيشنز والحاجه اغلى على اجهزه ابل بشكل ملحوظ، وده بيرجع لان ابل اصلا بتاخد نسبه من الارباح بتاعه الابلكيشن. وده بكل بساطه كان كل حاجه عجبتني على الجهاز. ممكن حاجات اكون سقطتها، حاجات نسيت اقولها، ولكن دي معظم الحاجات اللي عجبتني في الجهاز. وزي ما قلت لك الحاجات اللي ما عجبتنيش قليله قوي، يمكن انا يعني ما ذكرتش حاجه ما عجبتنيش الا حاجات بسيطه في النص، ممكن تكون حاجه ولا حاجتين، لان فعلا ما فيش حاجه مش عاجباني في الجهاز. الجهاز مش ناقصه حاجه، الجهاز فيه كل حاجه انا بحتاجها. مفيش حاجه احتجتها في الجهاز مثلا او كنت بستخدمها او كنت بحتاجها في الاي او اس وما لقيتهاش هنا. كل حاجه موجوده في الاندرويد وموجوده في الاس 23 الترا عادي جدا. وطبعا لو انت بتسأل نفسك دلوقتي هل انا هحول من الجهاز ده لايفون ولا لا، انا جاوبتك في النص قلت لك لا، الجهاز ده هيفضل معايا، ولو حولت منه هحول منه للاس 24 الترا لما ينزل، ولو هجيب جهاز ايفون هيبقى بجانب الجهاز ده. مش هفرط ابدا الاس، انها اتطورت بشكل كبير وبتقدم لي كل احتياجاتي واكتر، يعني فيها حاجات اصلا اكتر من اللي انا بحتاجها بكتير. فمن الاخر كده ده ماكينه شغل، ماكينه مونتاج، ماكينه العاب، ماكينه تصوير، ماكينه كل حاجه. الجهاز هنا بيعمل كل حاجه وبيعملها بيرفكت، مفيش حاجه هو مقصر فيها. فالجهاز انا انصح ان انت تشتريه وبشده لو انت بتفكر في اي جهاز في حدود ال 45,000 جنيه، لأن الجهاز ده سعره جديد ضمان دولي 46,000 وقت تصوير الفيديو. ممكن طبعا يغلى ممكن يقل، ولكن ده وقت تصوير الفيديو. الجهاز دلوقتي سعره جديد بالسعر ده. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب لحين القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهات جديده. ولينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. وما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.